اهلا بيكم فيديو جديد من فواح. كل سنه وانتم طيبين. انا باسل. النهارده 3 رمضان. النهارده معايا برفيوم جميل ولطيف من دار انا بستمتع بيها جدا وبحبها جدا، وهي دار لويفي. معايا النهارده لويفي 7 بلاتا. الحمد لله كنت من اوائل المقيمين العرب اللي اتكلموا على اليوتيوب عن دار لويفي من 3 سنين. كان العطر اللي بتكلم عنه هو لويفي أجوا، من العطور الجميلة واللطيفة. لويفي 7 بلاتا هو أيقونة من الجمال. عشان أبقى صريح معاكم، يعني هو شكل الزجاجة نفسه ساحر. أنت بتستمتع جدا وبتتبسط جدا من شكل الزجاجة نفسه، تحس إن هي تحفة فنية. خلال الموقع الرسمي هم بيقولوا إنه مصمم للرجل الذي ينطلق ويخرج ولا يغيب اي شيء عن نظره او اي شيء عن بصره، وتحس ان في كلام كتير قوي. اللاين الخاص ب لويفي 7 بشكل عام، في عندك لويفي 7 ناتشرال وفي لويفي 7 العادي، وهو لاين لطيف. يعني بالنسبه لبلاتا، انا بشوف ان بلاتا ده هو تحفه فنيه من حيث شكل الزجاجه ومن حيث جمال البرفيوم نفسه. انت في البدايه اول ما بترش، فانت بتاخد في البدايه لمسه منعشه من النعناع ومعاها الحمضيات. انت بتاخد الاحساس ده. بمرور الوقت بتبدا الريحه تختلف شويه، بتبدا رائحه العطر تبقى اكثر حلاوه، تحس انها بقت سويت اكتر، وريحه النعناع والحمضيات دي بتبدا تختفي، وتبدا تظهر ريحه من التوابل. بتظهر ريحه الفلفل الاحمر او الفلفل الحار، حاجه زي البابريكا كده بالظبط، او البينك بيبر برضو. وهم بيقولوا ان هو معاه الجينجر اللي هو الجنزبيل. يعني انا ما حسيتش بان هو جنزبيل صريح عشان ابقى صادق معاكم، ولكن يعني الاحساس التابلي الدافي ده موجود، الاحساس التوابل الحمراء الدافيه ده موجود. وكمان معاه العنبر، وده بيظهر في النهاية، وبيظهر معاه المسك النظيف. بتحس ان انت فعلا في عندك احساس ماسكي باودري كده نوعا ما. بيظهر معاه ريحة الدخان، هو فعلا بالفعل في ريحة الدخان او الاحساس البخوري بمعنى اصح. هما كاتبين انسنس وهو فعلا الانسنس موجود. فانت من البداية انت بتحس بكل بساطة، عشان يعني اترجم لكم الموضوع، انت بتشم برفيوم دانهيل ديزاير، سواء دانهيل ديزاير ريد مثلا او دانهيل ديزاير بلو، مع لمسه دخانيه. طيب ليه التشبيه اللي انا بقوله ده؟ التشبيه اللي انا بقوله ده ببساطه لاني جربت في الفتره الاخيره خلال اخر كذا شهر الاروما كيميكالز او المكونات العطريه المستخدمه في تصنيع العطور في صورتها الخام زي ما هي. جربت مكون او مركب عطري اسمه الداي هيدرو ميرسينول. تم استخدامه بشكل اساسي، تقريبا كانت نسبته 90% في عطر دانهيل ديزاير. هو بيديك الاحساس المنعش اللي انت بتشمه ده، الميتاليك اللي انت تحس ان هو معدني نوعا ما. وده موجود بالمناسبه في لويفي 7 بلاتا. ده موجود لان هو نفس المكون مستخدم في المجموعه دي من العطور. فانت هتحس ان هو قريب من مجموعة من العطور المتشابهة نوعا ما. هتلاقيه موجود في حاجات كتير، ممكن تحس ان الريحة موجودة يعني ومنتشرة، ولكن اللي مختلف هنا في اللويفي 7 بلاتا ان هنا انت عندك الاحساس البخوري. لمسة البخور او لمسة الدخانية البخورية دي موجودة هنا، ومش هتلاقيها موجودة في الحاجات التانية. طيب هل اشتريه؟ هو يعني للأسف بقى ديسكونتينيود، بقى منقطع، وسعره على الموقع الرسمي تقريبا بقى حوالي $140، وما بقاش موجود في أغلب الستورز أو أغلب المواقع الإلكترونية. لكن الحمد لله من خلال موقعنا fawahperfumes.com هتلاقوا اللينك موجود في وصف الفيديو. قدرنا نوفر العطر والحمد لله بسعر كويس. العطر شركة لويفي أو دار لويفي أوقفت إصداره، وبقى يطلع بشكل تاني جديد، بقى يظهر بشكل ان هو برايفت كوليكشن او برايفت لاين، وشكل الزجاجات نفسه اختلف. انا ببساطه شايف ان البرفيوم ده هو صفقه ناجحه. لو انت كنت اشتريته زمان
انت حرفيا بتاخد برفيوم منعش شيك جدا جميل جدا يصلح طول ايام السنه، في لمسه من لمسات الوقار الواضحه جدا، وفي نفس الوقت هو منعش، في نفس الوقت هو معاصر، ورائحته مستساغه سهله بالنسبه لاغلب الاذواق. ممكن تستخدمه من سن 25 سنه فما فوق، بيجمع ما بين مجموعه من المتناقضات، الانتعاش مع الدفء، الاحساس البودري مع الاحساس السبايسي، وما بين الحمضيات وفي نفس الوقت البخور. فانت بتحس ان هو يعني جمع مجموعه من المتناقضات مع بعض، وطلع في النهايه بشكل مهذب بشكل لطيف انت تقدر تشم وتستمتع بيه. مش هطول في شرحه، وهكلمكم عنه في فيديو تاني برضو، لان هو من العطور الجميله جدا اللي انا شخصيا حبيتها جدا. الاداء الخاص بيه اداء قوي بالمناسبه كفوحان، الفوحان بيستمر معاك من نص ساعه لساعه، الثبات بيقعد معاك تقريبا يوم كامل على الملابس. اتمنى لكم الاستمتاع بيه في حاله الشراء. تقدروا تشتروه من خلال موقعنا او تقدروا تشتروه من خلال المواقع التانية. اتاكدوا بس من موثوقيه المواقع نفسها ومن كون العطر اصلي، ان شاء الله تلاقوه وتتهنوا بيه. واشكركم لمشاهده التقييم ده، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك للفيديوهات، ورمضان سعيد عليكم يا رب.